ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. والنهارده عايزه اوريكي ازاي تحافظي على الالومنيوم بتاعتك. مفيش بيت بيخلى من الالومنيوم، الحلل او الصواني. عاوزه اقولك ازاي توصلي بيها للنظافه دي وما تخليهاش تتحرق منك وما تخليهاش تبوظ منك. طول ما انت بتستعمليها صح وطول ما انت بتنضفيها صح هتفضل جديده معاكي زي ما هي، زي ما احنا شايفين كده. الحلل بتاعتي، وزي ما انتوا عارفين ان الحلل دي عمرها حوالي 28 سنة يعني كده. وانا بستعمل فيهم. ازاي بقى انا بنضفهم؟ انا كنت قبل كده عملت معاكم فيديو مهم جدا عن استخدام الالومنيوم، ازاي نستخدمه صح وازاي ما نتضرش منه، لان الالومنيوم برضك ليه اضرار. ونستخدمه صح. في الفيديو اللي قبل كده. النهارده بقى يعني هنعرف مع بعض ازاي بننضفه. هننضف الالومنيوم النهارده ب5 جنيه بس. صدقيني يعلم ربنا ب5 جنيه هتوصلي لنفس النظافه ديت، واقل كمان. وهقولك ايه هو اللي اقل من 5 جنيه دلوقتي على طول. بس فضلا يا حبيبتي حطي لي لايك منك، ولو ما اشتركتيش في القناه يسعدني ويشرفني اشتراكك. ويلا نبتدي الفيديو على طول. بصوا الحلل بتاعتي كلها انا بحب اشيل الحلل كده نظيفه ومدعوكه كده. آه، يعني مش بصبنها تصبين الصراحه، انا بدعكها وهوريكم دلوقتي بدعكها بايه. اول حاجه انا قبل كده قلت في الفيديو اللي فات عن استعمال الالومنيوم. هقول بس حاجه سريعه كده للي ما سمعش الفيديو اللي فات، ويا ريت ترجعوا له عشان نعرف ازاي نستخدم الالومنيوم ونحافظ عليها. اول حاجه الالومنيوم يا جماعه ما يتحطش فيها طماطم وتبيت فيها او تقعد فيها اكتر من ساعه او ساعتين. يعني انا بعمل طبيخ احمر، بسله فاصوليا اي حاجه، يبرد على طول وانقله في اي حاجه من علب التلاجة واحطه في التلاجة. ما ينفعش اخليه في الالومنيوم. ما ينفعش احط فيها ليمون، يعني ابيت فيها ليمون او اعمل فيها ليمون فتره طويله. كل دوت بينقر الحله نفسها او معدن الالومنيوم نفسه، ما بيحافظش عليه. معدن الالومنيوم على قد ما هو عمره طويل لو حافظتي عليه، على قد ما هو ما يعني ما بيتأثرش. انا بحب الالومنيوم عن التيفال وعن الجرانيت الصراحة يعني. لان دول لو اتقشروا بيطلعوا المادة اللاصقة اللي بتبقى بين الالومنيوم وبين مثلا التيفال اللي هي الطبقة السوداء دي، والمادة دي بيقولوا عليها غير صحية. انما الالومنيوم تاخديه تهريه في الطبيخ ودعك وتنظيف وبيفضل زي ما هو. بس زي ما قلنا نبعد عنه الحاجات الحمضية، الليمون، الملح كمان يعني ما ينفعش. يعني زمان الله يرحمها حماتي كانت بتجيب السمنة البلدي. احنا زمان كنا نخزن السمنة البلدي مش في التلاجة، نسويها ونطلع منها المرطة. من اللي بتبقى على الوش نشيلها، واللي بتبقى في الحلة تحت برضو بنشيلها. بنشيل السمنة صافية. بنخزن السمنة ازاي؟ بنحط عليها ملح خشن. الملح مش بيدوب على فكرة، ما بيأثرش في طعمها، لكن هو مادة حفظ. وبنحط عليهم كمان كام حبة فلفل اسمر، حب. برضو السمنة ما بتاخدش من طعم الفلفل الاسمر الحب، وما بيغيرش لونها. وكمان الملح زي ما قلنا مش بيدوب، فتقدري تستخدمي السمنه للحلويات حتى وانت مخزناها بالملح وبالفلفل الاسمر، ما بيتاثرش خالص. زمان كنا بنعمل بيها كل حاجه وبنحتفظ بيها في التلاجة. فهي جت راحت حاطه في حله الومنيوم. يعني جبنا السمنه بتاعت السنه وسيحناها وسويناها وحطيناها في الحله الالومنيوم، وهي رشت في حبه ملح خشنين. فالملح ما دابش، وقع في قعر الحله. عبال ما خلصت السمنه جت تبص في الحله لقيت الحله كلها متنقره من تحت، نقط نقط سودا سودا. وكمان بعد ما غسلتها لقيتها اتخرمت. فده كله من الملح اللي هي حطيته واتركن فيها. فهو دوت اللي انا عايزه اوصله لكم، ان الالومنيوم ما ينفعش نحط فيه، ما نخزنش فيها حاجه وما نشيلش فيها حاجه حتى لو في التلاجة. ما نطبخش فيها طبيخ احمر زي ما قلنا. والليمون كمان بينقرها وبيخليها تربي نقط سودا كده. غير كده استخدمي الالومنيوم في كل حاجه زي ما ورينا في الفيديو اللي فات. انا بس راجعت معاكم النقطه دي لان هي مهمه جدا، وهي اللي هتخلي الالومنيوم تقعد معاكي. اما استخدام الالومنيوم الصح ده كان في الفيديو اللي فات. النهارده هننضف الالومنيوم، وتعالوا اقول لكم هننضف الالومنيوم ازاي. اول حاجه هنجيب الليفه الناعمه دي، السلكه قصدي الناعمه دي مش الخشنه. مش هنجيب السلكه الخشنه الاستانلس ديت، في الالومنيوم بتخربشها. السلكه الناعمه دي هي اللي طول عمرنا بننضف بيها الالومنيوم، من ايام امي الله يرحمها يعني. فاجيب بقى ايه معاها؟
بصوا الصابون اللي احنا عملناه سوا مع بعض على القناه اهو. بصوا ده الصابون اللي احنا عاملينه سوا، بينضف الالومنيا وبيبقى في منتهى الجمال. انا طبعا بستخدمه اهو، حطها على الحوض في الليفه اهو. ده هو ده، فانا هاخد منها هي لغايه لما تخلص. هوريكم دلوقتي بقى احنا ننضف الالومنيوم ازاي. بلاش هي حطها في على الليفه مبلوله. تعالوا بصوا، دي معايا طاسه اهي مش مدعوكه. هوريكي بقى دلوقتي هندعكها ازاي اهو. انا جبت حبه ميه في طبق، هبل السلكه كده وهدعك بيها. زي ما قلنا الطاسه ديت مش مدعوكه، دي الصابونه بتاعتنا اللي احنا عملناها سوا مع بعض على القناه اهو. يا رب تجربوها. الصابونه ديت يا جماعه موفره، هي ديت اللي هتنضفها لك باقل من 5 جنيه. يعني قريت لي زيت مستعمل، من الزيت المستعمل انا عملتها. شوفي هيعمل معاكي قد ايه كميه صابون اهو. انا كمان اخدت منها حته اهي اهو، وهدعك قدامكم كده. بصوا الرغوه بتاعت الصابونه يا جماعه، ودي الصابونه بتاعتنا. هوريكي كمان دلوقتي. بصوا مش عايزه افصل الفيديو. بصوا خلت الالومنيوم عامل ازاي. بصوا الصابونه بتاعتنا، تاني بعيد وبقول الصابونه اللي احنا عملناها سوا. بصوا الرغوه بتاعتها عامله ازاي. اشطفها بقى دي واجي اوريها لكم عامله ازاي، النظافه بتاعتها عامله ازاي. ودعكه بسيطه يعني، انا ما اتكتش عليها قوي. هغسل ايدي واشطف الطاسه وارجع لكم. بصوا حبايبي انا دعكتها اهي. بصوا ديت مش مدعوكه. هوريكم بقى بالصابونه التانيه ديت هتتنضف ازاي. وديت الصابونه بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، بس سواء كانت الصابونه بتاعتنا او الصابونه التانيه. تعالوا بصوا اوريكم بقى حاجه مهمه. انا كده دعكتها، يعني المفروض ان انا استعملها. هجيب الصابونه وارغيها كده على ايدي. دي حاجه مهمه قوي يا جماعه، الله يخليكم اعملوها وخدوا بالكم منها. كل اللي بتستخدم الومنيوم اهو. بس الصابونه بتاعتنا احنا كنا حاطين فيها مسحوق، فباين اهو مخلي ريحتها في منتهى الجمال، مش زي الصابونه اللي بنجيبوها من بره. بصوا ده صابون انا رغيت ايدي وحطيت ايدي في الميه اهو. بصوا قدامكم اهو. بصوا المفروض ان هي نطفت صح كده. بصوا الميه نازله سودا، الميه اللي نازله دي فيها طبقه الالومنيا اللي طلعت من الدعك. بصوا طبقه الالومنيا اللي طلعت من الدعك، ولو الحله كبيره كمان بتبان اكتر والميه بتبقى سودا. ده الالومنيوم الزياده اللي طلع من الدعك وما طلعش في الشطف. كده انت هتشطفيها شطف بعد رغوه الصابونه دي وعلى طول هتستعمليها. كده هي بقت نظيفه وآمنة تماما يعني من اي ماده الومنيا تكون طالعه. فهو بصوا الميه يا رب تكون باينه عندكم ان هي سودة مطرح دعك الالومنيا. هشطفها بقى ونيجي ننضف الطاسه التانية ونشوف الصابونه التانية. دي الصابونه التانية اللي بجيبها من بره. انا مش بجيبها من ساعه ما بقيت اعمل الصابون اللي انا بعمله ده، بس انا جبتها عشان اوريها لكم. دي ب5 جنيه. دي اسمها صابونه سودة بتاعه الالومنيوم بتاعه المواعين. دي تجيبيها وتستعمليها بردك، حلوه الصراحه بتنضف. يعني لو انت ما عندكيش الصابون اللي احنا عملناه او ما عملتيهوش، حوشي حبه زيت واعمليه ماشي، ما تكسليش. بس لو ما عندكيش دلوقتي تقدري تجيبي الصابونه ديت ب5 جنيه بردك، هتنضف الالومنيا معاكي وتخليها زي الفل. انا غسلت الليفه اهي، هبلها ميه علشان ارغيها بقى من دي ونشوف مع بعض هي بتنضف ازاي. بصوا الصابونه دي تمنها 5 جنيه بس. تقدري تستخدميها وتسيبيها تاني في حته تنشف وتستخدميها بعد كده تاني، يعني تستخدميها كذا مره اهي. يجي بقى ادعك الطاسه اهو. اهو هي برضو بصوا بتنضف الطاسه بتخليها ازاي. بس صابونتنا احلى صح، مش الصابونه اللي انا عاملاها معاكم احلى وبترغي اكتر كمان الصابونه التانية. كوبايه زيت واحده بس. انا الصراحه كنت محوشه لتر زيت عملت بيه. تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوه اهي.
بصوا انا هكملها عشان الدوشه عماله تخبط مني، لكن هي بتنضف وجميله برضو بصراحه يعني. فانت ب5 جنيه هتقدري تحافظي على الالومنيا بتاعتك فتره طويله، وتدعكيها وتغسليها وتشيليها، وتشيلي الصابونه كمان في حته هاويه تركنيها بعيد عن الميه هتنشف وتستخدميها مره كمان. انا هكمل الدعك مع نفسي ونرجع نشوف مع بعض النتيجه بتاعت غسيل المواعين. معلش انا دعكت الطاستين، دي اللي بالصابونه بتاعتنا الصغيره ودي اللي بالصابونه السوداء. بتهيألي الصابونه اللي انا عاملاها معاكم احلى، بتنظف اكتر يعني او بتلمع اكتر، بس دي كمان نتيجتها مش وحشه. قبل ما اعمل الصابون واعرف طريقته كنت دايما اجيب الصابونه السوداء دي. يا رب تكون طريقه التنظيف دي خفيفه عليكم بتوفير التوفير. ريت الصابون السائل بمبلغ دلوقتي، لكن الصابونه دي بتنظف وتلمع وكمان موفره جدا. انا طبعا كده استعملتها وهشيلها تنشف وارجع استعملها تاني بعد كده، سواء كانت الصابونه دي او الصابونه دي ينفع تعملي معاها كده. انما الصابون اللي انا عاملاه معاكم انا عندي منه كتير، فانا بستخدمه في الغسيل وفي غسيل المواعين وفي غسيل الغسيل والياقات والاساور. ما تكسليش تعمليه، روحي للفيديو شوفيه، ولو عندك شويه كوبايه زيت جربيه، مش هتندمي عليه ابدا ابدا ابدا. اوعدك بكده، يا رب تجربيه وما تستغنيش عنه، تقدري تعمليه على طول على طول باي كميه زيت عندك. ما تنسوش كمان تنضفوا الالومنيوم بتاعتكم وتعتنوا بيها وتنضفوها كويس علشان تفضل عايشه معاكم عمر طويل. صدقوني هي احسن من التيفال واحسن من الجرانيت واحسن من اي خامه تانية تقدري تستخدميها سنين طويله باستعمال مظبوط، باستعمال امن، ما تضرش صحتنا خالص. طول عمرنا واخدين عليها وطول عمرنا بنطبخ فيها هي، واهو يعني خير دليل بترجع الجديده تاني في ثواني وب5 جنيه. ولا تقولي لي صابون سايل ولا تقولي لي اي حاجه وباقل. احنا لو حسبنا الصابونه بتاعتنا دي صدقوني مش هتتكلف 5 جنيه. بصوا حته قد ايه كبيره قد ايه، مش هتتكلف 5 جنيه صدقوني. يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه ولو بسيطه وصغيره. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو لو سمحتوا، ولو ما شاركتيش في القناه يسعدني ويشرفني اشتراكك. والى اللقاء في فيديو جاي حلو وحادق. مع المسيه، باي.